مساء الخير. بنات، تدرون ان حنا كلنا في نعمة من الله سبحانه وتعالى. قبل اسبوع يمكن واحدة ارسلت لي قصتها. بنات، ترى انا صرت اكتئب من القصص اللي ترسلونها لي. تخيلوا قصتها، يعني ما حفظتها بس حافظة الاجزاء اللي بقيت في مخي. من يوم هي صغيرة ابوها طلق امها، حلو، وقعدت مع مرت ابوها تقول من يوم عمري 7 سنين. مرت ابوها تعرفون اللي فعلا في المسلسلات الكويتية اللي تضربها، اللي ما تعطيها الاكل، اللي ما تحط لها فراش كذا بالضبط. تقول ابد زي المسلسلات الكويتية. ما شافت امها الا يوم صار عمر البنت 14 سنة. تقول بعد ما خلاص الحب اللي أبيه والاهتمام اللي أبيه من أمي، ضاعت السنوات الطفولة اللي أحتاج أمي فيها. ما شفت أمي لو عمري 14 سنة. المهم تقول شفت أمي بعد 14 سنة، يوم صار عمري 14 سنة، ولا أمي متزوجة وعندها عيال وكذا. يوم واحد تقول ورجعوني لعند أهلي. ما صار عمري 16 سنة إلا أبوي زوجني صديقة شايب، تقول، ومتزوج وأنا الحرمة الثالثة. تخيل، تقول عمري 16 سنة ويزوجونها، ويبدأ ذا يخليها شغالة عند حرمتينها. ما هي صغيرة ضعيفة، وسبحان الله الرجل كل ما درى النذيذ ضعيفة، ما عندها سند، ولا هي محبوبة، ولا هي أهلها يعني مهمشينها. هو يهمشها أكثر لأنه يدري إن ما وراها ظهر. تقول وأبدأ أصير شغالة للثنتين. في يوم من الأيام تعبت، حملت وتعبت، ما أقدر أطبخ. تقول يضربني ضرب الويل، ويرسل لي عياله يضربوني. أنتم متخيلين؟ تقول بعدها ولدت، وبعدها هو طلقني، قال خلاص أنت ما فيك فايدة، وطلقها. ورجعت، تقول رجعت المرت أبوي اللي كبرت وصارت تضربني بعد أكثر، وتخلي إخواني يضربون. حياتها كلها بنات ضرب في ضرب. ما تتخيلون كم كتبت كلمة ضرب في القصة. بعدين تزوجت، تقول أبهرب من أم مرت أبوي، تتزوج واحد أردى من اللي قبل، وحالتها حالة. أنا قاعدة أقرأ قصتها أقول سبحان الله، يا إحنا في نعمة ما ندري عنها. يعني ممكن أنت الآن إذا سمعتي قصتها أنا متأكدة بتقولين يا رب لك الحمد. صح، ينقصك وينقصك وينقصك، بس أهم شيء إنك تنامين ضامنة إن ما حد يضربك، ضامنة إن ما حد يهينك، ضامنة إنك تقدرين تاكلين على كيفك، تنبسطين، تشوفين اللي تبين. الحياة صح ما هي بكاملة لنا، بس هي فعلا ناقص الناس معين، ناقص الراحة فيها، ناقص السكينة، ناقص الهدوء، ناقص ان الانسان يحس انه انسان. ضرب، تخيلي انك عايشة في ضرب. في ناس مجرمين، يعني فعلا في زوجات اب مجرمين. ايش ذنب البنت او الولد اللي تتطلق امه وابوه ويعيش معك؟ بدل ما تاخذين اجره تضفينه عندك، تحتضنينه عندك، تبدين تحطين كل بلاويك على ذا الطفل. يا اخي حرام. أنا الآن أحس أنه تغير الوعي عن قبل، بس يعني أحس الآن مرت الأب صارت أفضل بكثير من قبل، خصوصا اللي يعيشون معها بالبيت. يا ناس حرام. الزوج يا أخي شلون تاخذ واحدة أنت تضربها؟ يا أخي ما تخاف الله. يا أخي الرسول قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. استوصوا بالنساء خيرا. كيف أنت تحط جبروتك على امرأة أنت ما تدري ربي بحاسبك؟ فقصتي اليوم ما هي بقصة، هي عشان تحمدون الله وتشكرون يا بنات على النعم اللي انت فيها. مهما كانت ناقصتك في الحياة أشياء، اعرفي ان غيرك متجاوزته انت بمراحل. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. وبسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا دائما يا بنات، والله ادعوا في كل وقت لكل شيء انت تبينه. وذبحني البرد وبدخل انا عجبني المنظر كذا، كنت بقول لكم برد.